السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. يلا بقى مع بعض نعمل غدا يوم الجمعة. كان عندي ضيفة عزيزة جميلة على قلبي، امي حبيبتي ربنا يخليها ويديها الصحة، وانا عاملة الاكل النهاردة بطلبها وعلى طريقتها. تمام. هي بتحب اللوبيا، كان نفسها فيها، وبتحب القلقاس. وانا كان عندي اخر كيس قلقاس من اللي انا مفرزاه معاكم، ده كان اخر كيس. نبتدي بقى ان شاء الله باذن الله نجيب الجديد. اول حاجه انا عملت فراخ. دي فرخيه، انا بصوا ده الصدر مش كده، ومدخله فيه التتبيله اللي هي البصل والطماطم المبشورين عليهم ملح وفلفل فقط لا غير، ممكن شويه سنه قرفه. وحطيت السمنه البلدي، ونزلت بالفراخ اشوحهم تشويحه حلوه كده ياخدوا لون. وبعد كده انزل بالمطيبات اللي عندي، جزر، فلفل. طب مش هحط طماطم تاني ولا بصل، لان انا هاخد الطماطم والبصل المبشورين اللي باقيين في الطبق. ورق لورا، حبهان، كوبيبه صيني، قرفه خشب، يعني كل المنكهات بقى المتاحه عندك حطيها، مكعب مرقه اللي موجود عندك حطيه. وعملت اللوبيا على طريقتها، هي ما بتحبش تحط صلصه معلبه ولا حاجه، هي بالطماطم المضروبه، وبتحبها تقيله كده، ويعني طعمها كده حلو، بتبقى خفيفه. خلاص اهو، انا اصلا كنت سلقت اللوبيا، بس ما لحقتش اصورها، او تقريبا الفيديو ما صورش حاجه كده يعني. سلقتها عادي في ميه، وهي بتتسلق حطيت لها رشه كمون، عشان اللوبيا من الحاجات اللي بتتعب القولون وكده، فلما بتحطي لها الكمون بتبقى خفيفه شويه على المعده. بصوا هناك اهو، بقول لكم بصوا اخر كيس، هو يا دوب بالظبط طبق يعني، كان اخر كيس والحمد لله. لما قالت انا نفسي فيه، قلت لها ماما خلاص انا عندي اخر حاجه. انا كنت فاكره اكبر من كده والله، لان انا عندي ما شاء الله الولد برضو بيحب القلقاس، بس هما بقى كانوا حبه صغيرين، وما شاء الله الاكل قضى وكفى، وكله كل واتبسط، ويعني كان اكل اللهم بارك طعمه حلو. هنا بقى زي ما انتم شايفين انا حطيت الكبشه دي يا بنات صغننه، يعني اللي هي بتاعت ايكيا دي صغننه مش كبيره، فيعني بتبقى الكبشه قليله. فحطيت حوالي كده بالظبط 4 كبشات او 5، لان هو لسه بيغلي وهيبخر الميه كمان شويه، فما يبقاش يعني تقيل. القلقاس ما بيحب ما بي ما مش احسن حاجه ان هو يبقى تقيل، لا يبقى اسمه ايه ده، يعني في صوص، يعني في شرب. الحله مكان اللوبيا، ما سلقت اللوبيا، حطيت السمنه ونزلت بالبصلايه، شويه ملح شويه فلفل، وهبتدي ايه يعني احمر البصله شويه، ده يعني تتحمريها بقى، تحمريها يعني تديها لون وكده. بس انا طبعا ما اديتهاش لون، لان انا بحس ان الاكل المتسبك زياده عن اللزوم بيتعب. نزلت بمعلقه سكر، ودي معلقه بابريكا صغننه، دي اضافه مني بصراحه، انا امي ما بتعملش الحاجات دي كلها، بس انا عشان البابريكا برضو بتدي طعم حلو، بتخلي اللون احمر حلو كده. ونزلت بالطماطم، وهنزل باللوبيا اللي انا سلقاها. كان حوالي بالظبط ربع كيلو لوبيا، لا تمن كيلو لوبيا، يعني كوبايه لوبيا كده سلقتها. هي اللوبيا كمان اللهم بارك زي الفاصوليا بتزيد، ف يعني عملت طبقين كبار كده. بس هقلب بقى كده، وانزل بالشوربه، واسيبها برضو تغلي غلوه، واوطي عليها. هي اوريدي اصلا اللوبيا مسلوقه، بس هي بس يعني ايه، تتقل كده وتتسبك مع بعضها، فاهميني؟ اهم حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لو مش مشتركه اشتركي وفعلي زر الجرس، واكتبوا كومنت حلو وشويه تشجيع كده وحماس. بس كده. بصوا ما شاء الله شوربه الفراخ دسمه وحلوه. دي فراخ حمرا، اللي هي عند الفرارجي اسمها فراخ حمرا. بصوا بوريكم الشوربه ما شاء الله جميله ازاي. وهنا القلقاس بيغلي، ده هنا السلق انا برضو ببقى مفرزاه، وبطلعه باخد كبشه شوربه وبضربه كويس قوي، ما بحطهوش مفتل. انا والدتي عادي بتحطه كده، يعني بتطشه بقى كده لو صابح، يعني ما بتضربهوش يعني في الخلاط. بس انا بصراحه بحب عشان يبقى سهل للولاد، ولو الولاد لقوا عندي مفتل وكده مش هياكلوه. بس كده اغطي عليه بقى يغلي ويستوي براحته، وبعد كده نعمله الطش. نعمل شويه رز بشعريه، سمنه وزيت، او زيت بس اللي انت عايزاه، واحط الشعريه. انا بحب اكتر الشعريه في الرز. وبعد كده الشعريه تحمر، هننزل بالرز ونملح كويس، وتضيفي بقى شوربه ميه بس براحتك، اللي انت عايزاه شوربه بس اللي انت برضو عايزاه. انا طالما عندي شوربه بحب اخد كبشه شوربه، وبكمل بالباقي ميه. برضو الشوربه بتطعمها، بتطعم الرز بيبقى طعمه حلو. بس اهم حاجه بقى يوم الجمعه ده كده تقوموا تقروا سوره الكهف،
ربنا يا رب ما يقطع علينا عادة. وتشغلوا القرآن في البيت وصلاة الجمعة، شعائر صلاة الجمعة والبخور يا بنات بيودي البيت، ويعني ريح البيت كده في حتة تانية. يعني عودي نفسك ان انت شغلي بخور. انا عن نفسي من الناس اللي بحب البخور جدا جدا. انا يوميا بشغل البخور وبشغل سورة البقرة، يعني دي حاجة م- يعني انا ما بحسش ان انا بهدى او اليوم بيبقى حلو ولطيف. يعني بحس انها بتساعدني او بتقويني الحته اللي انا بعملها دي. بشغل بخور كل يوم، في كل اوضه عندي في البيت، وكل ركن فيه ذكر بقوله. يعني مثلا في الاوضه دي بستغفر، في الاوضه دي بقرا سوره الكرسي، في الاوضه دي بحمد ربنا. فاهمين انا قصدي ايه كده؟ بتحس ان اليوم ما شاء الله بيعدي، بيبقى فيه بركه في البيت، في يعني حتى لو كل البيوت فيها مشاكل، كل البيوت فيها يعني الحاجات اللي عندها، فاهمين انا قصدي ايه؟ بس يعني الحاجات دي بتهون شوية، بتخليكي اهدى شوية. يعني الواحد بيحاول ان الولاد برضو يبقى ودنهم طول الوقت سامع للقرآن او بيحفظوا قرآن طول الوقت. الحاجات دي مهمة جدا للأطفال. هنا بقى بنعمل الطشة بتاعت القلقاس، وخدت منها شوية للوبيا، خلت اللوبيا في حتة تانية. حطيت سمنة ونزلت بمعلقة توم كبيرة، وبعد كده هنزل بالكزبرة تحمر. بس بوريكم بقى ان القلقاس هنا بيبقبق، والبامية ما شاء الله هنا اللوبيا بتبقبق برضو زي ما انتم شايفين كده. انزل بقى بالكزبرة اقلبها تقلبتين، ريحتها تطلع مع الثوم، ونبتدي نطش القلقاس ونبتدي نطش اللوبيا. بس فعلا فعلا التركية دي تحفة. الحاجة السودا اللي في اللوبيا دي واحدة كوبيبة صين، عشان بس تبقوا انتوا عارفين محدش يقول ان اللوبيا فيها حاجة. واللوبيا كمان البلدي حلوة، اللي هي الحمرا دي طعمها احلى من البيضة. بس كده الريحة بقى خطيرة، اللهم بارك. الاكل كان طعمه زي السكر. وهحمر الفراخ وهقدمه معاكم. بس كده خلاص، وقطفيت على الاكل وابتدي بقى احمر الفراخ. حمرت الفراخ وده كان شكل الاكل. بصوا ما شاء الله الفراخ متحمره وجميله وخطيره ازاي. وبصوا القلقاس واللوبيا، جربوه بطريقتي، وربنا يجعل بيوتنا يا رب كلها عمرانه بالخير. وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو جديد.